واحد من اوسخ سيناريوهات الكوره، تبقى بتلعب في الماتش وبتعمل اللي انت عايزه ومحقق اللي انت وواخد اللي انت عايزه من خصمك ومنعه من التسجيل، وانت مش عايز اكتر من كده اصلا. تبص تلاقي ديانج في اخر الشوط الاول بيعمل غلطه تخليهم يدخلوا جول في اخر الشوط الاول. ماشي، ننزل الشوط التاني بقى يا رجاله، نشد حيلنا ونحاول نضغطهم، نعرفهم ان الماتش ما خلصش وان احنا لسه عايزين من الماتش كتير. تلاقيهم عملوا عليك هجمه مرتده ملهاش 30 لازمه وفيها سوء تغطيه من الدفاع بتاعك وتلبس التاني. طيب نلعب يا جماعه ونخطف جول شرف ويمكن بعد كده نعرف نتعادل، يحصل فعلا ناخد ضربه جزاء وعلي معلول يحط ضربه جزاء حلوه جدا. يلا يا جدعان احنا قريبين ممكن نتعادل، نضغط ونروح في واحده والتانيه، بس مش جايه معانا. يجوا هما في الوقت الضايع يموت لك الماتش ويجيب الجول التالت، وبعد كده ينزل عيل حيوان منوي اول مره يلبس تيشيرت ريال مدريد يجيب الجول الرابع وانت الماتش معاك خلصان. واحد من اسوأ سيناريوهات الكوره بالنسبه لاي مدرب. مارسيل كولر مدرب كبير جدا، انما كان غلطته النهارده هي محمد مجدي قفشه. محمد شريف غلطه بس مش زي الوكسه الكبيره بتاعت محمد مجدي قفشه. يا جدعان ده مش لعيب كوره. مركز 10 مركزه ما بيعرفش يلعبه، مركز 8 ما بيعرفش يلعبه، مركز 6 ما بيعرفش يلعبه، جناح ما بيعرفش يلعب. طب هو شغلته ايه في الملعب؟ بررم. لازمته ايه محمد مجدي قفشه ده؟ حرقة الدم. خساره الماتش، وخساره ان احنا ما صعدناش للنهائي في اول مره في حياتنا، وخساره ان احنا فريق كبير زي ريال مدريد كان عندنا فرصه ان احنا نكسبه فعلا. احنا لعبنا ماتش حلو. محمد قفشه مضيع جون من على الست ارضه، وكره تانية رماها ثرو لفينيسيوس جونيور في الشوط الاول، وكور تالتة بيباصي غلط وبيعمل حاجه. ده في كره شاطها من نص الملعب زي اللي شاطها كده في ماتش بيراميدز. ده فاكر نفسه لسه بيلعب مع ده حاجه صعبه يا جدعان. انا مش عايز اشوف قفشه تاني في الملعب. كل سنه متشكرين يا عم على القضيه الاولى والقضيه الثانيه وانت راجل على راسي. تشكر بقى كمان لو تبطلها خالص وتروح نادي غير الاهلي. اطلع على الخليج يا زميلي، انت هتاكل في الخليج اكل عيش عنب في الدوري الدرجه الثانيه في السعوديه ولا في الكويت. اليو ديانج من ساعه ما جه الاهلي ما لعبش ماتش بالوحشه دي، ما لعبش ماتش بالوحشه دي، لدرجه انك قدام ريال مدريد بتطلعه وبتنزل حمدي فتحي. يعني للدرجات دي هو وحش. انت مش مطلعه مثلا عشان تزود الهجوم، لا ده انت مطلع ديفندر بديفندر، مطلع 6 ب6. انما من مكاسب الماتش دوت ان احنا لحد برضو الدقيقه 90 احنا بنلعب قدام ريال مدريد وحاسين ان احنا ممكن نتعادل معاه. سقف الطموح عالي عند النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله نشوف ده كمان مترجم في بطوله افريقيا اللي جايه. نتمنى كاس العالم اللي جاي نكون موجودين فيه برضو، بس المره دي واحنا ابطال افريقيا ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي مع مارسيل كولر هيعمل نتائج حلوه الموسم دوت، والاهم من دوت ان احنا ما نرجعش من البطوله دي من غير الميداليه البرونزيه قدام فلامينجو. الحمد لله على قد كده، وان شاء الله باذن الله الهلال يعمل حاجه قدام ريال مدريد ويقدر يكون مشرف للعرب قدام ريال مدريد.